يبدأ الفيلم بفتاة تدعى كاثرين. تتذكر كاثرين ابنها الأكبر نيكي الذي توفي في حادث سيارة مروع عندما كان في 16 من عمره. لم تنس كاثرين وفاة ابنها حتى الآن، فهي لا تسمح حتى لابنها الأصغر برادي بالذهاب إلى غرفة نيكي، ولذلك يشعر برادي بحزن شديد. من ناحية أخرى، نرى معلمة تدعى والت تأتي إليها طالبة تدعى شيري وتطلب منها المساعدة على المادة الدراسية. عندها فقط نفهم من كلامهما أن شيري انجذبت إلى والت، وأن والت يعجب به أيضا. بعد ذلك نتعرف على شيء آخر، وهو أن شيري تعمل كمراسلة طقس في قناة إخبارية. في المشهد التالي نرى جوردي فتى في السجن يقضي عقوبة بتهمة سرقة سيارة. بعد بضعة أيام تنتهي عقوبته ويطلق سراحه خارج السجن. يلتقي جوردي بوالده كارل الذي جاء ليأخذه إلى المنزل. نعلم من حديثهما أن جوردي لا ينسجم مع كارل، ويستمر الأب والابن في الشجار. من ناحية أخرى، يجد جوردي قصاصة صحيفة عن حادث ابن كاثرين في منزله يحتفظ بها معه. في المشهد التالي من الفيلم نرى جوردي في منزله حيث يمنحها كارل مهلة أسبوع ويقول لها: إذا لم تجدي عملا خلال هذا الأسبوع فسأطردك من المنزل. تحاول إليز التقرب من زوجة أبي جوردي بعد أن يغادر كارل إلى المكتب نفسه الذي كان في نفس عمر جوردي. لم يكن يحب زوجة أبيه إطلاقا، لأنه كان يعتقد أن آلية كانت مع والده فقط من أجل المال، لذا لم يتحدث جوردي معها جيدا وغادر. فجاء والت لزيارة شقيقه الأصغر دينيس. هنا نفهم أن دينيس يتحدث عن حالته النفسية السيئة، وأنه لم يخرج من شقته منذ عامين. كان دينيس مكتئبا، وبعد ذلك رأينا والت يتحدث مع كارل الذي كان في الواقع طبيبا نفسيا، وشعر والت أنه دخل في حالة اكتئاب، فجاء إلى والت لإكمال علاجه. شرح والت سبب اكتئابه، وأخبر والت أنه في إحدى الليالي كان يقود سيارة وهو في حالة سكر شديد، وكانت عائلتي بأكملها وشقيقي الأصغر دينيس في السيارة بسبب السكر، ولم أستطع الانتباه للطريق، وتعرضنا لحادث مع سيارة أخرى. قتل ابن كاثرين نيكي في هذا الحادث. رأيت أيضا شخصا هناك مع نيكي، وكان يرتدي قميصا للاعب كرة سلة. بعد سماع القصة كاملة أدرك كارل أنه كان لاعب كرة السلة جوردي، ولهذا السبب أخبر والت أنني لن أتمكن من الاستماع إلى جلستك، وهو ما لم يفهمه والت. لهذا السبب فجأة أصبح كارل يتصرف بغرابة. لننظر إلى كاثرين. كانت تذهب كثيرا وتجلس بالقرب من قبر نيكي عندما لا يكون هناك أحد في المنزل، ثم ذهبت إلى غرفة نيكي واعتادت البكاء. تذكرت تصرفات كاثرين هذه، ونفهم أنها كانت تحبه كثيرا، وأنها لا تستطيع نسيان حزن فقدانه. هنا يأتي جوردي إلى مطعم بيتزا لإجراء مقابلة، ولكن بسبب كان قد سجن بالفعل، وفي الوقت نفسه كان قد ارتكب جرائم صغيرة سابقا. لذلك عندما رأى المدير هذا الأمر رفض منحه وظيفة، ولكن بعد أن بالغ جوردي في الكلام وافق المدير ووظفه. من ناحية أخرى، رأينا والت يتحدث إلى زوجته آبي في أثناء مشاهدتهما برنامج شيري للطقس. شيري هي الفتاة نفسها التي ينجذب إليها والت بشدة. في هذه الأثناء حاولت آبي التقرب من والت، لكن والت رفضها لأنه كان مشغولا بمشاهدة شيري على التلفاز. الآن برؤية هذا نفهم أن زواج والت وأبي لا يسير على ما يرام، وأنهما غير سعيدين ببعضهما البعض. من ناحية أخرى، عندما كانت جوردي تستمتع بوقتها في غرفتها رأته إليز يفعل ذلك، فخرجت فورا من الغرفة، ورأت جوردي يفعل ذلك فغضب جوردي بشدة من هذا الأمر. يذهب للجلوس في تلك الحديقة الأمامية ويقابل صديقته في المدرسة الثانوية ميلاسا التي تخبره أنني رأيت والدة نيكي كاثرين منذ فترة، وإذا قابلتها فيرد جوردي بالنفي، فتخبرها ميليسا مجددا أنها تطلب مقابلة كاثرين، ثم يتركها ويدعوها إلى الحفلة أيضا في هذه الجهة. تترك آبي وآلة للذهاب إلى منزل أختها لأن والت لم يكن يعيرها أي اهتمام، ولأن زواجها ينهار. تقرر البقاء خارج المنزل لفترة على الرغم من أن والت يحاول منعها، لكن آبي لا تستمع إليها وتغادر. يلتقي والت بشيري في المدرسة في اليوم التالي ويتحدثان كثيرا، وعند رؤيتهما نفهم أنهما بدأا يحبان بعضهما البعض. ثم في المشهد التالي نرى والت وشيري في علاقة، ونرى أيهما يمكننا. أفهم ذلك من الآن فصاعدا. بدأت علاقتهما في صباح اليوم التالي. عندما كانت إليه تجفف شعرها دون ملابس، جاء جوردي إلى هناك فرأى إليز فوضع منشفة فورا وسألها: ماذا تفعلين هنا؟ أجابت جوردي: لا شيء، وبدأت تقترب من إليز ببطء.
لم تتوقف إليه، وبعد ذلك أقام جوردي علاقة مع زوجة أبيها، لكنهما سمعا صوت وصول كارل، فاختبأ جوردي فوراً في الحمام. بعد ذلك سألت كارل، فأخبرته إليز أن رأسها يؤلمها بشدة، لذا كانت تستريح. حاولت إليز تشتيت انتباه كارل بالاقتراب منه، مستغلة ذلك، فتسلل جوردي للخارج. وهنا بدأت علاقة جوردي مع إليز. كلما لم يكن كارل في المنزل اعتادا قضاء الوقت معاً، واستمرت هذه الدورة لعدة أيام قادمة. وبعد بضعة أيام بينما كانا في مطعم البيتزا، جاءت ميليسا إلى هناك وسألت جوردي لماذا لم تحضر الحفلة في ذلك اليوم. اختلق جوردي عذراً وقال إن لدى الكثير من العمل في ذلك اليوم. في هذه الأثناء وصل المدير وطلب من جوردي التركيز على المهمة التي بين يديه. عند سماع ذلك غادرت ميليسا من هناك. ودعت جوردي، وبعد حلول الليل جاءت ميليسا لتوصيل جوردي إلى منزلها. ولأنها كانت ليلة طويلة دعا جوردي ميليسا إلى منزله، وعندما دخلت تحدثت ميليسا عن صداقة جوردي ونيكي، مما أدى إلى تأثره. أصبح كلاهما مقربين جدا، ولكن بعد ذلك فقط جاءت إليس وسألت جوردي عن ميليسا، فردت ميليسا بأننا أصدقاء في المدرسة الثانوية. عند سماع ذلك غادرت أليس من هناك دون تقول أي شيء، وبعد أن تغادر يطلب جوردي من ميليسا المغادرة، فترى كل شيء. ميليسا لا تفهم شيئا فتغادر من هناك. وهكذا يعلم والت أن دينيس يتحدث كثيرا على الهاتف مع فتاة تدعى سيلفي، وهو أيضا معجب بها، فيتصل بها سرا في أحد الأيام ويأخذها إلى شقة دينيس. عند رؤية سيلفي يحاول دينيس الاختباء، لأنه لم يقابل أحدا سوى والت خلال العامين الماضيين. سيلفي أيضا كانت تعرف كل شيء عن حالة دينيس، فتقول له: سأقف من الجانب الآخر من الباب وأتحدث إليك، وأجعلك تعتقد أنك كنت تتحدث معي على الهاتف. دينيس أيضا معجب بهذا الأمر. بعد ذلك يتحدثان كثيرا لفترة طويلة، وعندما يرى والد شقيقه سعيدا يشعر هو أيضا ببهجة غامرة، لأن دينيس كان يتعافى ببطء بسبب سيلفي. هنا ميليسا وجوردي يقضيان وقتا معا، مما أدى إلى إعجاب كليهما ببعضهما البعض. في المشهد التالي نرى والت وشيري يتحدثان. شيري تخبر والت أنه قبل بضع سنوات عندما تعرضت لحادث سيارة أتيت لإجراء مقابلة معك، لكن ربما لا تتذكر ذلك الآن، والتي لا يحب هذا الأمر إطلاقا، لذلك يغادر. عندما كان جوردي يعمل يطلب منه مديره العمل. سئم جوردي بشدة من تصرفات مديره، ولهذا السبب ترك وظيفته وذهب. من هناك عاد إلى منزله مع ميليسا، حيث حاولت أليس التحدث إليه. في الواقع كانت منزعجة من جوردي، لأنه اعتاد قضاء الوقت مع ميليسا بسبب قضاء الوقت معها، لكن جوردي لا يستمع إليه ويغادر مع ميليسا. في الليل عندما لا يستطيع جوردي النوم يتصل بكاثرين، وفي اليوم التالي نراه وكاثرين يتحدثان. وهنا نفهم تماما أن نيكي كانت أيضا في السيارة التي سجن جوردي بتهمة السرقة، لكن فكرة سرقة السيارة كانت من فكرة جوردي وليست نيكي. بعد حادث سيارة جوردي ونيكي مع والت الذي كان يقودها وهو ثمل، لم يكن كلاهما يعلم أن الحادث وقع بسبب والت. وهنا نرى أن الحديث بصراحة عن نيكي يخرجهما من ذنبهما، لكن العبء الذي كان على قلب جوردي وكاثرين لفترة طويلة يخفف أيضا. وعندما تعود كاثرين إلى المنزل تحرق جميع ممتلكات نيكي، لأنها أدركت أنها لم تعد قادرة على تغييرها. وفاة ابنه، والآن عليه أن يمضي قدما في حياته بعد كل هذا. تذهب كاثرين إلى ابنها الأصغر برادي وتخطط لقضاء إجازة معه لفترة، لأنه بعد وفاة نيكي توقف عن الاهتمام ببرادي، لكنها الآن تريد تغيير ذلك. حتى برادي تغمرها السعادة عندما ترى والدتها تهتم بها. على الجانب الآخر نرى دينيس يغادر المنزل ليقابل سيلفي لأول مرة منذ عامين. بهذه الطريقة يدرك والد خطأه، فيذهب مباشرة للاعتذار لكاثرين، لكن كاثرين تقول: أعلم أن ذلك كان بسببك، فقد تعرضت نيكي لحادث في ذلك اليوم، لذا تضربه بشدة، ثم تغادر باكية وتترك برادي هنا. عندما يعود جوردي إلى المنزل ويحاول التحدث إلى إليز، يأتي كارل من الخلف ويبدأ بضربها، لأنه علم الآن بعلاقتهما. جوردي أيضا منزعج من تصرف والده، يبدأ بضرب كارل في مشاجرة بين الأب والابن، لكن إليز تأتي وتمنعهما. خلال المشاجرة نفسها أصيب كارل بجروح بالغة، فتأخذه إليز فورا إلى المستشفى. في نهاية الفيلم نرى دينيس يتناول العشاء مع سيلفي، وكاثرين تبدو سعيدة لأول مرة منذ سنوات، ثم ينتهي الفيلم هنا. لذا أتمنى أن تستمتعوا بالفيديو.
انقروا على أي فيديو ل3 منهم واستمتعوا بالفيديو التالي، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على زر الإعجاب. شكراً للمشاهدة، نراكم قريباً.